شكرا سي هشام على الاستضافة، شكرا جزيلا على حضوركم لتغطية هذا اللقاء الفكري الماتع المائز بحضور البروفيسور المفكر المغربي الدكتور خالد حجي من أجل تقديم كتابه الجديد المثقف في رحاب منتدى بدائل المتوسط. وهو لقاء نحاول من خلاله أن نعيد أو أن نحيي العلاقة مع الكتاب، وكذلك من أجل تسليط الضوء على أفكار هذا الكتاب الذي يحاول خلق مساحة شاسعة للتفكير والتفكر. وشكرا. هذا الكتاب المثقف هو ثمرة مجموعة من النقاشات، وأحاول فيه أن أبلور مفهوما جديدا للثقافة وللمثقف، بحيث يكف المثقف أن يكون مثقفا بمعنى اسم مفعول يقع عليه الفعل، فيتحول إلى اسم فاعل يمارس الثقافة ويمارس فعل التثقيف، بحيث يساهم في توسيع آفاق النظر ويساهم في تثقيف المجتمع، عوض أن يظل ناطقا باسم هذه الثقافة. فنحن نعلم بأننا نعيش تحديات جراء هذا الانفتاح الذي صرنا نعرفه، صار يشهده العالم جراء التطور التكنولوجي المذهل والذي نعجز عن مسايرته. فبالتالي ما أحوجنا إلى تمثل جديد للفعل الثقافي حتى نكون أقدر على مجابهة التحديات الجديدة وضمان تعايش وضمان مستقبل أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا، الشكر موصول لمنتدى بدائل المتوسط العامر الذي يسهر على تنظيم مثل هذه اللقاءات وجمع مثل هذه الطاقات خدمة للثقافة وروح الثقافة وتنمية المجتمع. فشكرا مرة أخرى على ما تبذلونها من جهود طيبة ومن مساعي حميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا شاركنا في ندوة علمية فكرية حول كتاب المثقف للباحث الرصين الدكتور خالد حجي، الذي ناقش هذا المفهوم في هذا الكتاب القيم من مختلف الزوايا، وحاول أن يوظفه في سياقات مختلفة اعتمادا على مناهج نقدية متعددة، وحاول أن يعطي مفهوما جديدا للفكر النهضوي العربي. نشكر منتدى بدائل المتوسط على هذه الالتفاتة الكريمة، ونتمنى لهذه الملتقيات وهذه الندوات الفكرية أن تستمر في مدينتنا الناظور، ولأن مثل هذه الندوات هي التي تخلق جسور التواصل والتثاقف والتواصل الثقافي بين الأجيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور إلياس شريف، في الحقيقة كانت هذه الأمسية لقاء جمع الأستاذ خالد حاجي المفكر المغربي المعروف مع كثير من الحضور الكرام لمناقشة مؤلفه الأخير أو كتابه الأخير حول المثقف الذي من خلاله يفتح عوالم جديدة فيما يرتبط بأسئلة وإشكالات النهوض لدى المجتمعات العربية والإسلامية وعلاقة هذه المجتمعات بثقافة العصر الحديث. وقد كان اللقاء حقيقة لقاء ثريا تميز بمداخلة كثير من الأساتذة الكرام وتفاعل الحضور الذي في الحقيقة تفاعل بشكل جيد ينم عن مستوى عال لدى المشاركين جميعهم. ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبات في الفترات اللاحقة بنفس المستوى وبنفس التميز. وشكرا. الاسم عيسى الداودي، أستاذ التعليم الثانوي بمدينة الناظور، حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي وحاصل على الإجازة في اللغة الإسبانية. سعدت كثيرا حضور هذا اللقاء اليوم، اللقاء الثقافي وهو حدث مهم،
وهو تقديم كتاب المثقف للدكتور خالد حاجي، وهو أستاذ بجامعة محمد الأول. هذا الكتاب يبدو من خلال العنوان أنه يعني ينتمي إلى المجال الثقافي، ويركز على المثاقفة ودور الثقافة ودور كذلك المثقف في تأطير المجتمع وفي توجيه شرائح المجتمع. كذلك هذا الكتاب على ما يبدو أنه يستند إلى التراث، لكنه في نفس الوقت يحاول أن يمد الجسور إلى الثقافة الغربية. والمعروف عن الدكتور أنه مزدوج ثقافة أو متعدد ثقافة، فهو يعني يكتب باللغة العربية، لكنه في نفس الوقت هو أستاذ اللغة الإنجليزية ويتقن لغات أخرى. فنحن في الوقت الحاضر ما أحوجنا إلى هذا النوع من الكتاب الذين يجمعون بين أكثر من لغة ويحققون جسور التواصل بين العرب وبين الغرب وبين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية والثقافات الأخرى. إذن هذا الكتاب في غاية الأهمية، له أهمية كبيرة وله يعني حضور وازن في المشهد الثقافي من خلال مضمونه المتميز الذي يسعى إلى تنوير المثقفين وتنوير المهتمين بالثقافة لكي يواكبوا العصر ولكي يأخذوا العلم من منابعه ولكي تكون لديهم ثقافة مزدوجة متعددة بعيدة عن التطرف وبعيدة كذلك عن يعني التطرف الحداثي أو التطرف الأصولي. وبذلك فهذا الكتاب هو فيه نوع من الوسطية، نوع من مد الجسور بين ما هو عربي إسلامي وما هو غرب أوروبي. فالكتاب في الحقيقة لا يمكن الاستغناء عنه في هذا المجال. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. محمد الهدار، أستاذ بمديرية التعليم بالناظور. نحن في هذه الأمسية الثقافية الجميلة بدار الأم بمدينة الناظور زارنا الأستاذ الدكتور خالد حاجي لقراءة أو المحاضرة في كتابه المثقف الجديد الإصدار المثقف. ونحن في هذه الأمسية حاولنا أن نستشرف ما أراده الكاتب من هذا المؤلف الجديد من خلال قراءة بعض الأساتذة والدكاترة مشكورين، الأستاذ والدكتور إلياس الشريف والأستاذ محمد محاور، اللذان أفاضا في مداخلتهما حول مضمون الكتاب، وكذلك مداخلة المؤلف الأستاذ الدكتور خالد حاجي. المثقف هو في الحقيقة طموح يطمح إليه المؤلف في أن نصل إلى هذا الشخص المثقف لأنه ينتقد واقع المثقفين الآن الذي لم يصل بعد إلى درجة المثقف، وهو ذلك الإنسان المثقف الذي لم يخرج أو لم يؤثر ويتفاعل مع واقعه المعاصر المتجدد بالوسائل الرقمية والتكنولوجية في واقع أصبح الآن متغيرا وسريع التحول. ولذلك فهو يناشد ويطالب من خلال تيمات ومواضيع وقضايا متعددة كحرية التعبير والخطاب الديني وغير ذلك، الفن والأدب، ومن خلال التثاقف الفكري بين الحضارات إلى أن نوسع يعني هذا مجال المثاقفة ومجال الحوار من ضيق كما عبر عنه من ضيق وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفضاء الحضاري الفكري بين الثقافات والتراث العالمي، وأن نجدد بذلك من خلال هذه المثاقفة أن نجدد العلاقات الإنسانية من خلال التسامح والتعايش بين الحضارات التي ننادي بها جميعا. هذا باختصار ما يمكن أن نقول حول هذا العرس الثقافي البهيج في هذه الأمسية، ودمتم مشكورين، ونحيي موقع أورو مغرب على هذه الاستضافة وهذه التغطية، ودمتم في رعاية الله.
مساء سعيد. غيزة نزروني من بين المدعوين لحضور الأمسية الفكرية الهادفة جدا من تنظيم جمعية بدائل المتوسط بالناظور، اللي هي واحد الجمعية تعنى بالفكر اللي هي جمعية رائدة في تنظيم لقاءات وندوات أكاديمية وثقافية. ونحن بمدينة الناظور جد مشتاقون ومشتاقات لمثل هذه اللقاءات الفكرية الهامة. واليوم احنا في دار الأم لحضور فعالية قراءة في كتاب المثقف والمثقف الأستاذ والمفكر خالد حجي. هي مبادرة جد رائعة من منتدى بدائل المتوسط، وإحنا نشد بأيدينا بحرارة لهذا المكتب هذا برئاسة صديق رضوان المصرف وباقي العضوات والأعضاء اللي معاه وجنود الخفاء، لأن كما كنعرفوا بدائل المتوسط هي واحد نقدروا نسميوها بخلية نحل، لأن فيها فريق جد رائع، فريق ديال جنود الخفاء اللي كيشتغلوا بكل دينامية. ونتمنوا من باقي الفعاليات الجمعوية بمدينة الناظور أنها تمشي في هذا السير هذا ديالهم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عماد أبركان، باحث وأكاديمي ومهتم بمجال البحث العلمي. اليوم كنا في مناسبة قراءة في كتاب المثقف لكاتبه خالد حجي، وهو كتاب راهني، كتاب يطرق باب الإشكالية القديمة المستجدة التي طرحها شكيب أرسلان منذ القرن التاسع عشر، عندما قال لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون. وفي هذا الكتاب حاول أن يتناول مجموعة من المفاهيم ذات البعد التقدمي، مثل مفهوم النهضة، مفهوم الحداثة، ما بعد الحداثة، مفهوم التراث، مفهوم المثاقفة، إلى غير ذلك من المفاهيم الأخرى، وهي كلها مفاهيم ذات أهمية، خاصة ونحن على آفاق يعني تغير وتحولات عالمية سنعرفها يعني، والمغرب أيضا سيعرفها بشكل كبير. وبالتالي كان لابد من مثل هذه الأعمال الثقافية ومثل هذه الكتب التي يعني تعيد لنا يعني ثقافة التقدم والتأخر، ثقافة الحداثة والتقليد، ثقافة يعني الثنائيات، وكيف يمكن لنا نحن المغاربة كمسلمين لنا خصوصيتنا أن نخرج إلى تقدم وحداثة ونهضة من خلال الاستفادة من الآخر، ولكن دون أن نهمل ما يوجد في ثقافتنا وتراثنا من علم ومن فكر ومن فلسفة ذات أهمية ستفيد الإنسان المغربي للانطلاق نحو مستقبل أفضل. بركاته. اسم يوسف سعيدي، أستاذ متقاعد ومهتم بالتراث المحلي لمدينة الناظور ونواحيها، التاريخ ديالها والثقافة ديالها. إذن هذه مناسبة طيبة جدا المشاركة في هذه الندوة وحضور هذه الندوة والاستماع للأستاذ خالد حجي في إطار هذا المنتدى المبارك. وكنتمنوا أن تكثر هذه المناسبات وأن نلتقي مع المؤلفين ومع الكتاب ونستفيد مما يقولونه وما يطرحونه من أفكار، ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبات كثيرا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد بن الباشا، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، شعبة الدراسات الإنجليزية. بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لأعبر من خلال منبركم عن الأفكار التي تناولها المتدخل دكتور الأستاذ خالد حجي، الذي هو بالمناسبة أستاذي سابقا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة. الموضوع كان موضوعا يعني موضوع العصر، تناول فيه نقاط جد مهمة بالخصوص فيما يتعلق ب يعني الحوار الحضاري. وأصر الكاتب على أن الدور الحالي للمثقف هو أن يكون مرتبطا بشكل عضوي مع المجتمع، وأن يوصل رسالته إلى فئات عريضة، وأن يحاول تجديد المفاهيم وتصحيحها من أجل يعني مساعدة
دائرة الركب التكنولوجي والركب الحضاري. فعلا كانت صراحة محاضرة شيقة استمتع الجميع منها، ومن خلال منبركم أود أن أجدد له الشكر، وشكرا لكم كذلك. إدريس رحاوي، فنان وإعلامي من بروكسل. اليوم جد سعيد أن أجد نفسي بين هذا الفضاء وبحضور قامة فكرية وعلمية اعتدنا عليها الصديق الدكتور خالد حجي، الذي دائما ننهل من علمه وعطائه الذي لا ينتهي. الدكتور خالد حجي بحكم قربنا إليه يعني نجد فيه المثقف الكبير، ونجد فيه كل طقوس الإبداع بين الرواية والكتابة والفنون الأخرى التي يجيدها، ولكن يترجمها في بعض اللحظات بين الأصدقاء إلى غير ذلك. ومن خلال كتابه اليوم يعني أنا اليوم جد سعيد أن أكون حاضرا إلى هذا التوقيع وهذه المحاضرة التي سلط فيها الضوء من خلال مؤلفه الجديد الذي سيغني الكتابة المغربية، المكتبة المغربية بكل ما يحمله من رؤى في عوالم الثقافة الغنية المتعددة المشارب. فأشكر منتدى بدائل على هذه الالتفاتة، وأشكر الدكتور خالد حجي على إطراء هذا المساء بثقافته وبفكره الذي نحن اليوم طواقين إليه في كل لحظة وفي كل هنيها. فمزيدا من الإبداع إلى الدكتور خالد حجي، ومزيدا من التألق إلى منتدى بدائل. شكرا. الاسم عيسى الداودي، أستاذ التعليم الثانوي بمدينة الناظور، حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي وحاصل على الإجازة في اللغة الإسبانية. سعدت كثيرا حضور هذا اللقاء اليوم، اللقاء الثقافي، وهو حدث مهم، وهو تقديم كتاب المثقف للدكتور خالد حجي، وهو أستاذ بجامعة محمد الأول. هذا الكتاب يبدو من خلال العنوان أنه يعني ينتمي إلى المجال الثقافي، ويركز على المثاقفة ودور الثقافة، ودور كذلك المثقف في تأطير المجتمع وفي توجيه شرائح المجتمع. كذلك هذا الكتاب على ما يبدو أنه يستند إلى التراث، لكنه في نفس الوقت يحاول أن يمد الجسور إلى الثقافة الغربية. والمعروف عن الدكتور أنه مزدوج ثقافة أو متعدد ثقافة، فهو يعني يكتب باللغة العربية، لكنه في نفس الوقت هو أستاذ اللغة الإنجليزية ويتقن لغات أخرى. فنحن في الوقت الحاضر ما أحوجنا إلى هذا النوع من الكتاب الذين يجمعون بين أكثر من لغة ويحققون جسور التواصل بين العرب وبين الغرب وبين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية والثقافات الأخرى. إذن هذا الكتاب في غاية الأهمية، له أهمية كبيرة، وله يعني حضور وازن في المشهد الثقافي من خلال مضمونه المتميز الذي يسعى إلى تنوير المثقفين وتنوير المهتمين بالثقافة لكي يواكبوا العصر، ولكي يأخذوا العلم من منابعه، ولكي تكون لديهم ثقافة مزدوجة متعددة بعيدة عن التطرف، وبعيدة كذلك عن يعني التطرف الحداثي أو التطرف الأصولي. وبذلك فهذا الكتاب هو فيه نوع من الوسطية، نوع من مد الجسور بين ما هو عربي إسلامي وما هو غرب أوروبي. فالكتاب في الحقيقة لا يمكن الاستغناء عنه في هذا المجال. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. محمد الهدار، أستاذ بمديرية التعليم بالناظور. نحن في هذه الأمسية الثقافية الجميلة بدار الأم بمدينة الناظور زارنا الأستاذ الدكتور خالد حجي لقراءة أو المحاضرة في كتابه المثقف الجديد الإصدار المثقف. ونحن في هذه الأمسية حاولنا أن نستشرف ما أراده الكاتب
من هذا المؤلف الجديد من خلال قراءة بعض الأساتذة والدكاترة مشكورين، الأستاذ والدكتور إلياس الشريف والأستاذ محمد محاور، اللذان أفاضا في مداخلتهما حول مضمون الكتاب، وكذلك مداخلة المؤلف الأستاذ الدكتور خالد حجي. المثقف هو في الحقيقة طموح يطمح إليه المؤلف أن نصل إلى هذا الشخص المثقف لأنه ينتقد واقع المثقفين الآن الذي لم يصل بعد إلى درجة المثقف، وهو ذلك الإنسان المثقف الذي لم يخرج أو لم يؤثر ويتفاعل مع واقعه المعاصر المتجدد بالوسائل الرقمية والتكنولوجية في واقع أصبح الآن متغيرا وسريع التحول، ولذلك فهو يناشد ويطالب من خلال تيمات ومواضيع وقضايا متعددة كحرية التعبير والخطاب الديني وغير ذلك، الفن والأدب، ومن خلال التثاقف الفكري بين الحضارات إلى أن نوسع يعني هذا مجال المثاقفة ومجال الحوار من ضيق كما عبر عنه من ضيق وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفضاء الحضاري الفكري بين الثقافات والتراث العالمي، وأن نجدد بذلك من خلال هذه المثاقفة أن نجدد العلاقات الإنسانية من خلال التسامح والتعايش بين الحضارات التي ننادي بها جميعا. هذا باختصار ما يمكن أن نقول حول هذا العرس الثقافي البهيج في هذه الأمسية، ودمتم مشكورين، ونحيي موقع أورو مغرب على هذه الاستضافة وهذه التغطية، ودمتم في رعاية الله. مساء سعيد. غيزان زروني من بين المدعوين لحضور الأمسية الفكرية الهادفة جدا من تنظيم جمعية بدائل المتوسط بالناظور، اللي هي واحد الجمعية تعنى بالفكر اللي هي جمعية رائدة في تنظيم لقاءات وندوات أكاديمية وثقافية، ونحن بمدينة الناظور جد مشتاقون ومشتاقات لمثل هذه اللقاءات الفكرية الهامة. واليوم احنا في دار الأم لحضور فعالية قراءة في كتاب المثقف والمثقف الأستاذ والمفكر خالد حجي. هي مبادرة جد رائعة من منتدى بدائل المتوسط، وإحنا نشد بأيدينا بحرارة لهذا المكتب هذا برئاسة صديق رضوان المصرف وباقي العضوات والأعضاء اللي معاه وجنود الخفاء، لأن كما كنعرفوا بدائل المتوسط هي واحد نقدروا نسميوها بخلية نحل، لأن فيها فريق جد رائع، فريق ديال جنود الخفاء اللي كيشتغلوا بكل دينامية، ونتمنوا من باقي الفعاليات الجمعوية بمدينة الناظور أنها تمشي في هذا السير هذا ديالهم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عماد أبركان، باحث وأكاديمي ومهتم بمجال البحث العلمي. اليوم كنا في مناسبة قراءة في كتاب المثقف لكاتبه خالد حجي، وهو كتاب راهني، كتاب يطرق باب الإشكالية القديمة المستجدة التي طرحها شكيب أرسلان منذ القرن التاسع عشر، عندما قال لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون. وفي هذا الكتاب حاول أن يتناول مجموعة من المفاهيم ذات البعد التقدمي، مثل مفهوم النهضة، مفهوم الحداثة، ما بعد الحداثة، مفهوم التراث، مفهوم المثاقفة، إلى غير ذلك من المفاهيم الأخرى، وهي كلها مفاهيم ذات أهمية، خاصة ونحن على آفاق يعني تغير وتحولات عالمية سنعرفها يعني، والمغرب أيضا سيعرفها بشكل كبير، وبالتالي كان لابد من مثل هذه الأعمال الثقافية ومثل هذه الكتب التي يعني تعيد لنا يعني ثقافة
التقدم والتأخر، ثقافة الحداثة والتقليد، ثقافة يعني الثنائيات، وكيف يمكن لنا نحن المغاربة كمسلمين لنا خصوصيتنا أن نخرج إلى تقدم وحداثة ونهضة من خلال الاستفادة من الآخر، ولكن دون أن نهمل ما يوجد في ثقافتنا وتراثنا من علم ومن فكر ومن فلسفة ذات أهمية ستفيد الإنسان المغربي للانطلاق نحو مستقبل أفضل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا وشاركنا في ندوة علمية فكرية حول كتاب المثقف للباحث الرصين الدكتور خالد حجي، الذي ناقش هذا المفهوم في هذا الكتاب القيم من مختلف الزوايا، وحاول أن يوظفه في سياقات مختلفة اعتمادا على مناهج نقدية متعددة، وحاول أن يعطي مفهوما جديدا للفكر النهضوي العربي. نشكر منتدى بدائل المتوسط على هذه الالتفاتة الكريمة، ونتمنى لهذه الملتقيات وهذه الندوات الفكرية أن تستمر في مدينتنا الناظور، ولأن مثل هذه الندوات هي التي تخلق جسور التواصل والتثاقف والتواصل الثقافي بين الأجيال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم يوسف سعيدي، أستاذ متقاعد ومهتم بالتراث المحلي لمدينة الناظور ونواحيها، التاريخ ديالها والثقافة ديالها. إذن هذه مناسبة طيبة جدا للمشاركة في هذه الندوة وحضور هذه الندوة والاستماع للأستاذ خالد حجي في إطار هذا المنتدى المبارك، وكنتمنوا أن تكثر هذه المناسبات وأن نلتقي مع المؤلفين ومع الكتاب ونستفيد مما يقولونه وما يطرحونه من أفكار، ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبات كثيرا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد بن الباشا، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، شعبة الدراسات الإنجليزية. بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لأعبر من خلال منبركم عن الأفكار التي تناولها المتدخل دكتور الأستاذ خالد حجي، الذي هو بالمناسبة أستاذي سابقا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة. الموضوع كان موضوع العصر، تناول فيه نقاط جد مهمة بالخصوص فيما يتعلق الحوار الحضاري، وأصر الكاتب على أن الدور الحالي للمثقف هو أن يكون مرتبطا بشكل عضوي مع المجتمع، وأن يوصل رسالته إلى فئات عريضة، وأن يحاول تجديد المفاهيم وتصحيحها من أجل مسايرة الركب التكنولوجي والركب الحضاري. فعلا كانت صراحة محاضرة شيقة استمتع الجميع منها، ومن خلال منبركم أود أن أجدد له الشكر، وشكرا لكم كذلك أنت. دكتور إلياس شريف، في الحقيقة كانت هذه الأمسية لقاء جمع الأستاذ خالد حاجي المفكر المغربي المعروف مع كثير من الحضور الكرام لمناقشة مؤلفه الأخير أو كتابه الأخير حول المثقف الذي من خلاله يفتح عوالم جديدة فيما يرتبط بأسئلة وإشكالات النهوض لدى المجتمعات العربية والإسلامية وعلاقة هذه المجتمعات بثقافة العصر الحديث. وقد كان اللقاء حقيقة لقاء ثريا تميز بمداخلة كثير من الأساتذة الكرام وتفاعل الحضور الذي في الحقيقة تفاعل بشكل جيد ينم عن مستوى عال لدى المشاركين جميعهم. ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبات في الفترات اللاحقة بنفس المستوى وبنفس التميز. وشكرا.
إدريس رحاوي، فنان وإعلامي من بروكسل. اليوم جد سعيد أن أجد نفسي بين هذا الفضاء وبحضور قامة فكرية وعلمية اعتدنا عليها الصديق الدكتور خالد حجي، الذي دائما ننهل من علمه وعطائه الذي لا ينتهي. الدكتور خالد حجي بحكم قربنا إليه يعني نجد فيه المثقف الكبير، ونجد فيه كل طقوس الإبداع بين الرواية والكتابة والفنون الأخرى التي يجيدها، ولكن يترجمها في بعض اللحظات بين الأصدقاء إلى غير ذلك. ومن خلال كتابه اليوم يعني أنا اليوم جد سعيد أن أكون حاضرا إلى هذا التوقيع وهذه المحاضرة التي سلط فيها الضوء من خلال مؤلفه الجديد الذي سيغني الكتابة المغربية، المكتبة المغربية بكل ما يحمله من رؤى في عوالم الثقافة الغنية المتعددة المشارب. فأشكر منتدى بدائل على هذه الالتفاتة، وأشكر الدكتور خالد حجي على إطراء هذا المساء بثقافته وبفكره الذي نحن اليوم طوقنا إليه في كل لحظة وفي كل هنيهة. فمزيدا من الإبداع إلى الدكتور خالد حجي ومزيدا من التألق إلى منتدى بدائل. شكرا. شكرا سي هشام على الاستضافة، شكرا جزيلا على حضوركم لتغطية هذا اللقاء الفكري الماتع المائز بحضور البروفيسور المفكر المغربي الدكتور خالد حجي من أجل تقديم كتابه الجديد المثقف في رحاب منتدى بدائل المتوسط. هو لقاء نحاول من خلاله أن نعيد أو أن نحيي العلاقة مع الكتاب، وكذلك من أجل تسليط الضوء على أفكار هذا الكتاب الذي يحاول خلق مساحة شاسعة للتفكير والتفكر. وشكرا جزيلا. هذا الكتاب المثقف هو ثمرة مجموعة من النقاشات، وأحاول فيه أن أبلور مفهوما جديدا للثقافة وللمثقف، بحيث يكف المثقف أن يكون مثقفا بمعنى اسم مفعول يقع عليه الفعل، فيتحول إلى اسم فاعل يمارس الثقافة ويمارس فعل التثقيف، بحيث يساهم في توسيع آفاق النظر ويساهم في تثقيف المجتمع، عوض أن يظل ناطقا باسم هذه الثقافة. فنحن نعلم بأننا نعيش تحديات جراء هذا الانفتاح الذي صرنا نعرفه، صار يشهده العالم جراء التطور التكنولوجي المذهل والذي نعجز عن مسايرته. فبالتالي ما أحوجنا إلى تمثل جديد للفعل الثقافي حتى نكون أقدر على يعني مجابهة التحديات الجديدة وضمان تعايش وضمان مستقبل أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا، الشكر موصول لمنتدى بدائل المتوسط العامر الذي يسهر على تنظيم مثل هذه اللقاءات وجمع مثل هذه الطاقات خدمة للثقافة وروح الثقافة وتنمية المجتمع. فشكرا مرة أخرى على ما تبذلونها من جهود طيبة ومن مساعي حميدة. شكرا.